ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده جايلكم فيديو جديد، ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. عايزاكم بس تتابعوا الفيديو للنهايه، وان شاء الله كل حاجه فيه هتشجعكم وتحمسكم وهتديكم افكار جديده، وكل حاجه حلوه هتلاقوها في الفيديو ده. بس لو انتي اول مره بتشوفيني، اتمنى تخشي تاخدي جوله في القناه كده، ولو عجبتك القناه تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وتحطي لي كومنت حلو زي كده عشان ارحب بيكي في قناتي. وطبعا بشكر كل اصحابي وحبايبي وكل حد حلو كتب لي كومنت حلو في اي فيديو انا نزلته، وكل اصحابي وحبايبي اللي معايا في القناه اللي دايما بيشجعوني ويحمسوني. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا وما تحرمش من محبتكم، وربنا يديمكم في حياتي يا رب. النهارده هنعمل مع بعض فيديو حلو قوي قوي. انا قمت من النوم الساعه 2 الظهر كده. كالعاده طبعا يومي ملخبط خالص، مش بعرف اقوم بدري. بس قمت كان عندي شويه غسيل كده محتاجين يتنشروا، وكان عندي شويه غسيل على الحبل، قلت اشيل اللي على الحبل وايه واغسل الغسيل اللي عندي اللي في السبت وكده. بس هغسل الغسيل وايه وهطلع بعد كده اطبق الغسيل اللي انا لميته. وزي ما اتفقنا قبل كده ان ما ينفعش ان انت تلمي غسيل وتركنيه، لازم اول ما تلميه تطبقيه على طول وتحطيه في الدولاب عشان ما يتكسرش منك او يبوظ. وكالعاده الغسيل ما بيخلص. طبعا احنا بنقوم من النوم الصبح اول حاجه بنفتح عينينا عليها. لو عندك شويه غسيل بتحطيهم في الغساله، عم تخلصي اللي وراكي تطلعيهم تنشريهم. لو عندك حاجه على الحبل بتشيليها تطبقيها وتحطيها في الدولاب. فالغسيل ما بيخلص وما بيخلصش كمان. بس اهم حاجه عندك في الصيف ان انت لو قلعتي اي هدوم على طول تحطي في الغساله، علشان خاطر الهدوم بنقلعها ساعات عرقانه وبيبقى فيها نسبه بلل كده. مع الركنه ممكن تلاقي فيها نقط عفن او حاجه فهدومك تبوظ. الحاجه اللي هتغسليها على ايدك اول ما تقلعيها اغسليها على ايدك على طول. اما الحاجه اللي هتتركن في الغسيل تاكدي ان هي ما فيهاش عرق ومش مبلوله، عشان خاطر ما تبوظ منك ويحصل فيها عفن، لانه حصل معايا قبل كده وعندي حاجات باظت. فيا تنشفي الهدوم من العرق، يا تحطي الهدوم في الغساله على طول وتغسليها، ما تركنيش غسيل عندك. بس وطبعا انا لميت الغسيل، ركنته طبعا ونشرت الغسيل التاني ودخلت على طول. قلت اطبقه بقى ما سيبوش، ما ركنش غسيل. يعني انا من النوع اللي ما بحبش اركن غسيل عندي في اي مكان، الغسيل بيتطبق قبل ما اعمل اي حاجه. بس فانا كنت مروقه اوضه النوم بتاعتي وقلت بقى ايه الم الغسيل اللي عندي اطبقه الاول وانشر شويه الغسيل اللي عندي واشوف ايه ورايا بقى اعمله. بس وعلى طول الغسيل بطبقه واخده ارصه في الدولاب. على طول بقى الهدوم تبقى مفروده وكويسه، مش بنحتاج لمكوى كتير يعني. لان الغسيل طول ما هو بيجي من على الحبل بتحسي انه مفروض كده ونضيف، وبالذات لو انتي بتغسليه ونطرتيه بايديكي جامد، لو في اي كسره او اي حاجه بتروح، فالغسيل ما بيحتاجش المكوى ولا حاجه. بس لكن لا غنى طبعا عن القمصان والحاجات اللي بتتكوي طبعا، لكن في التيشيرتات الملايات الحاجات دي ما بتتكسرش عندي الحمد لله. بس هنا هخلص بقى الغسيل بتاعي وايه وهدخله بقى ايه على الدولاب على طول ارصه. بس ومروقه اوضه النوم عندي، مروقه اوضه الاطفال. الصاله بقى عندي هي اللي كانت متبهدله شويه، هعملها معاكم برضو هشجعكم كده. بس هوريكم المنظر ما تتخضوش. وطبعا احنا كنا قاعدين في الصاله وكنا بناكل لب بقى وكده. فالصاله كان فيها لب ممكن ما يكونش باين. احيانا وانتي بتاكلي ممكن لبايه تقع منك في الارض، قشره تطير من ايدك. فاحنا مش بناكل ونرمي في الارض طبعا، احنا بيبقى معانا طبق فيه اللب وطبق فيه القشر. بس برضو بيبقى فيه فتافيت، ممكن طبق يقع منك غصب عنك يحصل حاجه، فطبيعي يعني انه ايه انه يتبهدل او يبقى فيه قشر لب في المكان اللي انت كنت بتاكلي فيه. بصوا بقى انا هنا ايه نضفت الانتريه ونفضته وحطيت الكوشن تاني. وبعد ما حطيته اخر كوشن بحطه لقيت كان حد من ولادي بياكل بطاطس بكاتشب او حاجه، فلقيت خداديه من الخداديات عليها كاتشب. فقلت لا انا هشيل الكوشن دوت اغسله بقى كله، عشان حاسه كمان ان هو ايه الابيض بتاعه ايه اتطرب كده شويه، واحط ايه الكوشن التاني. فانتوا هتلاحظوا ان انا بعد ما رصيت الكوشن هرجع المه تاني وهغيره. بس لو خدتوا بالكم الكنبه دي كان عليها فتافيت لب كتير، شفطتها بقى ايه بالمكنسه كده، ما نفضتهاش بالفوطه. بس ورجعت حطيت الحاجه تاني. برضو انا هنا بحط الكوشن اهوت، بس بعد ما اجي احطه بقى هكتشف ان في حاجه فيه مش نظيفه، هقوم جايه ايه لماه تاني وهحط الكوشن بقى ايه المغسول اللي عندي اهوت. هنا انا ايه بركب الكوشن تاني بعد ما رصيت، هرجع ايه اشيلهم واركبهم تاني. بس المهم لو انتي لحد هنا بقى بتتفرجي عليا وما اشتركتيش في القناه، اتمنى تشتركي كده وتشجعيني وتحمسيني زي ما انا بشجعك واحمسك. وبعد اذنكم طبعا انا مش بطلب منكم طلب كبير ولا طلب صعب، اتمنى ان انتوا بس ما تجروش الفيديو، تتفرجوا على الفيديو كامل وايه وكل حاجه فيه صدقوني هتحمسكم وهتتشجعوا.
بس وحابة اشكر قنوات جميلة جدا جدا بتتابعني وبتتفرج عليا على طول، زي قناة أكلة وقصة. القناة دي جميلة جدا جدا، بتشجعني على طول وبتحمسني. قناة حنون في المطبخ، قناة جميلة قوي قوي يا جماعة، تابعوها بأمانة، قناة جميلة. وقناة عائلة هوانم من القنوات الجميلة جدا اللي بتقدم وصفات وبتقدم آه، كل حاجة حلوة بصراحة. يعني القناة جميلة، وصاحبة القناة إنسانة محترمة، صوتها جميل ومريح، وقناة حلوة قوي قوي. تابعوها يعني هتستفادوا منها كتير. وفي قناة تانية اسمها يوميات ومنوعات تينا، القناة دي برضو جميلة، بتقدم جولات وبتقدم وصفات وبتقدم برضو حاجات حلوة قوي قوي، ومن القنوات المحترمة اللي لما تسمعيها هتستفادي فيها منها فعلا. بس. وفي يوميات ام كراس، القناة دي برضو جميلة جدا جدا. وفي قنوات كتير جميلة، يوميات نونا المجنونة، دي برضو قناة جميلة قوي قوي، تابعوها هتستفادوا منها وهتحبوها. بس. وفي قنوات كتير جدا جدا، انا اتمنى ان انا ما كنتش نسيت حد، بس ان شاء الله الفترة اللي جاية هحاول كل فيديو على الاقل انزل فيه اسم 5 قنوات كده، ندعمها ونشجعها كلنا. وزي ما احنا بنتمنى الخير لغيرنا اكيد طبعا هيكتب لنا الخير، فربنا يوفق الجميع يا رب، وكل القنوات تعلى وتكبر، وربنا يوسع على الجميع يا رب، وربنا معانا كلنا وما يضيعش تعب حد ابدا. هنا بقى انا كنت خلصت الصاله كلها، نظفت كل حاجه، نظفت النيش، نظفت الارض. هنا جيت على الترابيزه دي ترابيزه كده انا حطاها في الركن كده، حط عليها اباجوره وتحفه بسيطه كده، خدتها برضو نظفتها. انا هنا كنت لسه ما نظفتش النيش بس ما خدتش بالي. مسكت النيش طبعا، نظفته من كل التراب اللي عليه بالريشه كده. على فكره عايزه اقول لكم على معلومه، انا كنت بنظف الخشب ساعات بالجلانس، لقيت الجلانس بيشيل الدهان بتاع الخشب، فخدوا بالكم من الموضوع دوت. اللي بينظف الخشب يا اما تجيبي بليدج بتاع الخشب، يا اما تعملي خلطه كنت قلت عليها قبل كده في القناه، بتجيبي حبه ميه عليهم معلقه زيت، او معلقه زيت ونقطه خل صغيره، وبتلمعي الخشب. وفي حاجه تانية جميله جدا، انا برضو انا ما عملتهاش في القناه، بس جربتها ولقيتها كويسه جدا، وان شاء الله هعملها معاكم عمليا، ان احنا هننضف الخشب او هنلمعه بكيس نسكافيه بلاك. هبقى اعمل الخلطه دي معاكم، وان شاء الله اوريكم النتيجه كويسه جدا. ده بالنسبه للناس اللي خشبها اسطر او لون خشبها بني، لكن اي لون تاني مش هينفع فيه الخلطه دي، ينفع معاكي الخل والزيت والميه دول اللي هيلمعوا معاكي. بس هنا بقى ايه، نضفت كل حاجه من التراب. هي الصاله عندي بصراحه ما كانتش متبهدله جامد، بس طبعا التراب بيبقى في كل حته. لو ما لمعتش كل يوم كده بحس ان الدنيا عندي التراب بيبهدل الدنيا. وانا بصراحه كان بقالي يومين 2 ما نضفتش الصاله التنظيفه دي. بشغل المكنسه وارص المخدات واي حاجه موجوده مش في مكانها بشيلها وخلاص. لكن الجو حر بقى فقلت اشيل بقى وامسح. وطبعا بعد ما جبت الكفر دوت الدنيا بقت سهله عندي جدا جدا ان انا اشيل الكفر وامسح الارض. وطبعا الصيف محتاج ميه كتير عشان تحسي بطراوه كده، وبالذات اليومين دول حر قوي قوي. فكان لازم اشيل الكفر وامسح يعني وكده. انا الاوض بشيلها على طول تقريبا يوم ويوم، بنضف الاوضه وشويه ميه بديتول كده وانضفها امسحها واقفلها. وبمسح بقى الاماكن الفاضيه اللي في الصاله. بس قلت يلا بقى احنا ايه، من اخر مره فرشنا مع بعض الكفر ما شلتهوش، فقلت اشيله معاكم وايه وامسح تحتيه. وبالمناسبة هو مش كفر، هو حافظ سجاد او سجادة تركي، بس خفيفة في شيلها وجميلة جدا جدا. وعايزة اقول لكم ان هي مع الاستعمال بجد روعة، اللي بيفكر يجيبها ما يندمش او ما يتراجعش. يعني انت بعد ما تجيبيها عمرك ما هتندمي، لان بالعكس هتحسي انك ماشية على سجادة، وجميلة جدا وسهلة جدا في شيلها وحطها، ما فيش من وراها اي مشاكل خالص خالص. وسهلة حتى في الكنس، لو هتكنسي بالمقشة بتتكنس حلو جدا، ما بتكرمش معاكي او يجرى لها اي حاجة. بالعكس مفروده ولازقه في السجاد حلو، في السيراميك قصدي. وجميله جدا. هتشغلي عليها المكنسه برضو بتشتغل كانك شغاله بسجاده بالظبط. فهي اختراع بجد مذهل وجميل جدا، اللي عايز يجيبه ما يتاخرش ولا يترددش وعلى طول يجيبه. بس عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا في بدايه الفيديو دايما بنفض البلكونه وبنفض الشيش، بس مش عارفه ليه انا دايما بنسى انزل معاكم المقطع دوت. دايما ببدا بيها في الصاله ان انا انفضها الاول، لان طبعا هي في الصاله فطبيعي ان السلك بتاعها بيبقى عليه تراب، فدايما بنفض الشيش بتاعها والسلك ولمع الخشب بتاعها وبخش على بقيه الصاله. بس دايما بنسى اسجل معاكم المقطع ده، بس ان شاء الله نسجله مع بعض قريب.
وتشوفوني انا بعمل ايه. بس كلنا عادي يعني، كلنا لما بنخش في اي مكان بتبداي بالشباك او اي فتحه عندك في الاوضه، بتبداي تنضفيها هي اول حاجه، وبعد كده تنضفي بقيه الاوضه او بقيه المكان يعني. بس هنا خلصت بقى الصاله، فرشت السجاده او الكفر دوت، وبدات بقى ايه ارجع كل المشايات بتاعتي مكانها وايه. وحتى كنت خدت الطرقه معايا كده، دايما لما بمسح باخد الطرقتين معايا كنس ومسح عشان الدنيا تبقى نظيفه. وزي ما قلت لكم الاوضه عندي نظيفه لاني على طول بنضفها، وبقول لكم كل يوم ويوم تقريبا بمسحها. بس هنا رجعت كل حاجه مكانها اهوت، والدنيا عندي راقت وبقت زي الفل. وخلاص خلصت الصاله وايه. هنا بقى كان حوالي الساعة 3:30 كده او 4، دخلت بقى قلت ايه اعمل الغدا، قلت اكمل معاكم بقية اليوم بتاعي بقى، واتمنى اليوم يعجبكم كده ويكون الفيديو جميل كده وتستفادوا منه، وبجد فيه افكار حلوة في المطبخ. وطبعا غير الحماس اللي خدتوه من الصاله، انا عملت معاكم كل تفصيله نضفتها جبتها معاكم عشان اشجعك واحمسك. لو انتي مكسله على حاجه ما تقعديش وتكبري دماغك، لا قومي شوفي وراكي ايه اعمليه، ونضفي كل تفصيله في بيتك، يفضل دايما بيتك نظيف وبيلمع. بس وده الشكل النهائي للصاله، الدنيا راقت وبقت زي الفل اهي. هخلص بقى وهخش على المطبخ. وصحيح يا جماعه انا نسيت اهم حاجه في الفيديو ده، ان انا عايد على كل صحابي وحبايبي واخواتي المسلمين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، ويجعلوا عيد هنا وفرح كده، وبيوتكم كلها تبقى فرح وسعاده ويا رب يملى بيوتنا كلها بالاعياد يا رب والمناسبات الحلوه. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. وانا اسفه ان كنت اتاخرت شويه على ما قلت لكم الجملتين دول، انا كنت حابه ابدا بيهم بس مش عارفه انا اتلهيت ونسيت بصراحه، فحقكم عليا بقى. وطبعا برحب بكل صحابنا وحبايبنا اللي بره مصر، الناس الحلوه اللي من العراق من المغرب ومن سوريا والناس المتابعين الجمال اللي دايما بيخشوا يكتبوا لنا كده احلى كلام. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، ودايما كده فرحانين ومبسوطين، وما نتحرمش منكم ولا من محبتكم ولا من تعليقاتكم الجميله. هنا بقى انا دخلت المطبخ، كنت جايبه شروه باميه كده حوالي 2 كيلو ونص ولا حاجه. كنت جايبه الكيلو ب20 جنيه. فكنت حاطاه في التلاجة بصراحه، وجي بقى ايه الوقت قلت ايه اطبخ. فقلت هطلعه بقى بدل ما اسيبه اكتر من كده ويبوظ، لازم اطلعه اقمعه واظبطه وانقضه. اللي هيتعمل بصلصه هخليه لوحده، واللي هيتعمل ويكا هخليه لوحده. انا دايما بشتري الباميه الكبيره لان انا بحب الويكا اكتر من الباميه المصلصه. فهتلاقوا الباميه ما فيهاش صغير خالص، الصغير قليل جدا. بس النهارده بقى قلت ايه احنا عايزين نعمل حبه بصلصه كده، فظبطت شويه كده اللي هم دول، وقلت ايه اخدهم كده اغسلهم غسله كويسه وانضفهم وقبل ما اقطعهم او اعمل اي حاجه. انا عارفه ان الباميه دي كبيره ما تنفعش بصلصه، بس بصراحه نفسنا راحت لها، فقلت يلا بقى مش مشكله هقطع الكبيره نصين وهم فيهم حبه صغيرين حلوين وهاخدهم على طول اطبخهم. طبعا زي ما انتوا عارفين ان احنا صايمين، هي الاحلى طبعا انها تتعمل بلحمه وهتبقى جامده جدا، بس احنا صايمين بقى ملناش نصيب ناكلها باميه بلحمه المره دي. بس مسكتها قطعت كل الكبيره اللي فيها 2 وبس كده، وغسلتها غسله كويسه وحطها في المصفى تصفي وهوريكم بقى طريقه الباميه الصيامي سهله جدا وبسيطه وجميله وطعمها حلو قوي قوي. يعني لو عملتوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا، ومش هتحسوا انها حاميه في الحر ولا هتضايقكم ولا تتعبكم خالص. بس غسلتها وسبتها تصفي كده، وجبت هنا بقى جبت الحله بتاعتي خرطت فيها بصلايه صغنونه كده، ما بعملش بصله كبيره عشان ما تحميش الاكل وتخلي الاكل يبقى حامي علينا في الحر. بس بصله وشويه زيت، وهبدا اشوح البصله لحد ما تدبل كده وبس. هنزل عليها بقى بالباميه، وهشوح الباميه مع البصله. جربوا الطريقه دي بجد هتعجبكم جدا. بس ودايما لما باجي اشوح البصله بحط عليها شويه فلفل اسمر. اول ما البصله دبلت معايا نزلت عليها بالباميه بتاعتي، وهبدا اشوحهم مع بعض كده تشويحه خفيفه كده لحد ما احس ان الباميه اخضرت كده وخدت لون خفيف معايا. هنزل عليها بعصير الطماطم. بس هنا نزلت عصير الطماطم كله، هحط معلقه توابل بقى اللي هي 7 بهارات وشويه ملح بفلفل ومكعب مرقه خضار وبس كده. الاكل الصيامي اكل بسيط وما فيهوش اي اختراعات وما بياخدش وقت خالص وجميل بصراحه. هنا بقى قلت اعمل شويه رز. جيت هنا بقى حطيت الرز وحمرته، شفته اتحمر في ثانيه. انا ما كنتش اصوره معاكم بصراحه، بس يلا قلت اصور الاكله كامله معاكم بقى. هي اكله بسيطه كده وكانت محتاجه شويه مخلل بصراحه، بس انا ما كانش عندي، بس يلا اتقضت الحمد لله.
بس هوطي على الرز بقى، هشرب الرز قصدي، واحط له شويه ملح ابيض. ما بعملش رز صيامي غير بملح ابيض بس، وما بحطلوش اي حاجه خالص، ولا مكعب مرقه خضار ولا اي حاجه. بحس ان الرز طعمه جميل قوي لما بيتعمل بملح بس وشويه زيت طبعا. بس زودته، هسيبه بقى ايه يتشرب معايا كده. وبعد كده ايه هبص على الباميه بتاعتي بقى ان شاء الله تكون استوت كده اهي. خلاص استوت، دخلت في سوا. اول ما بتدخل في سوا بعمل التكه دي جميله قوي قوي، جربوها هتغير الباميه معاكم خالص. بتحطي فصين توم مفرومين وشويه بابريكا وشويه كزبره ناشفه. الثلاث مكونات دول بيخلوا الباميه تروح في حته تانية خالص، طعمها بيتغير. في ناس بتعملها بطشه، بس الطشه هتبقى حاميه قوي في الحر، لكن الاحسن ان انت تعملي الباميه بفص توم ني كده، بتخلي طعمها حلو قوي قوي. حتى لو باتت بيبقى طعمها اجمل. بس دي بقيه الباميه بتاعتي بقى اللي انا قمعتها معاكم. هعملها ايه بقى؟ هخزنها. هو انا كنت جايبه 2 كيلو، خدت منهم حوالي نص كيلو كده، عملته اللي هي بصلصه، والباقي بقى ايه هقطعه كده واحطه كيس في الفريزر. علشان لو اتثبت في التلاجة بتبوظ. فالافضل ان انت تقطعيها وتديها غلوه على البوتاجاز كده، وتقطعيها بقى ترانشات، بس بعد ما تغسليها طبعا، تتغسل كويس جدا وتتصفى من الميه. وبعد كده تقطعيها بقى حلقات زي ما انت شايفه كده. وطبعا في الوقت ده انا كنت حاطه حله على البوتاجاز فيها ميه بتغلي، ما فيهاش اي حاجه خالص، هي ميه بس. واول ما الميه بتاعتي هتغلي هنزل فيها الباميه تاخد غلوه. وبعد ما تاخد الغلوه هعصر عليها ليمونه كامله وبس، تاخد غلوه. وبعد كده ايه هصفيها. بس هنا انا قمعت الباميه كلها اهي. هروح بقى على البوتاجاز انا حاطه فيه الميه، والميه زمانها غليت بس. والحلقه البلاستيكه او الطبق البلاستيك اللي انا استخدمته غسلته على طول، ودايما الحوض عندي نضيف كده وايه وفاضي. بس هنا بقى الباميه بتاعتي خلاص كانت استوت، والميه على البوتاجاز اهيت انا حطاها. بس ايه طفيت عليها بصراحه عشان كان الاكل استوى وكنا جعانين جدا، فقلت نتغدى وبعد ما نتغدى نعمل الباميه. بس غرفت اله معاكم كده وده كان اكلنا النهارده. كالعاده اكل بسيط ونشكر ربنا عليه، الحمد لله طبعا نعمه وربنا يدومها طبعا. بس هغرف الاكل بتاعي كده وهنتغدى بقى. وبعد ما نتغدى هنقطع كانتالوبه كده او انا نسايه، هي حاجه كده انا مش عارفه، ما بعرفش اسمها، كل مره بسال عليها وفي الاخر ببقى مش عارفه اسمها برضو. المهم طلعت الغدا بتاعنا، والغدا كان بسيط كده. اتغديت انا وبناتي، كان جوزي بره بقى. وبعد ما اتغدينا قلنا نقطع بقى الاناناسه او الكنتالوبه دي، اللي يعرف اسمها او اسمها شمام تقريبا حاجه كده يعني. المهم ان انا كل مره بنزل السوق اشتري ببقى مش عارفه هي اسمها ايه. وعلى فكره مش انا اللي شارياها، جوزي اللي كان شاريها، فعشان كده انا بجد بنسى اسم الفاكهه دي يعني. انا مش عارفه، بس انا افتكر ان بابا زمان كان بيجيبه وكان دايما يقول لنا ان ده شمام. هل ده اسم الصحيح بتاعه ولا ايه؟ انا مش عارفه بصراحه. بس همسكها كده هقطعها وهناكلها بقى، نرطب على نفسنا في الحر اللي احنا فيه دوت. وبس كده. الجو حر طبعا، الواحد ما بيقدرش يشرب شاي بعد الاكل ولا كده، لازم دايما حاجه ساقعه او فاكهه ساقعه. ده دايما اللي بيهون علينا حر الصيف بصراحه، لان الجو الايام دي حاجه صعبه بامانه. ربنا يعدي الايام دي على خير كده ويهونها. بس هقطع كده وهطلعها وهخلص بقى، وهخش بقى اعمل الباميه بتاعتي. خلاص كده خلصت وكلناها، وكان طعمها جميل جدا جدا ومسكره بامانه، طعمها حلو قوي. جربوها هتعجبكم، فاكهه جميله بصراحه ومرطبه جدا، وانا بالنسبه لي هي افضل من البطيخ. بس هنا الميه بتاعتي بقى انا كنت مولعه عليها. اول ما غليت نزلت فيها الباميه وعصرت عليها ليمونه وهديها تقليبه كده. عايزه اقول لكم الليمونه بتديها خضار جميل قوي قوي، لونها بيبقى جميل وبتفضل كده ما بتغيرش لونها خالص مهما اتحطت فترات طويله في الفريزر. بس واهم حاجه بقى تجيبي ميه ساقعه، يعني ازازتين ميه ساقعه كده، او لو انت ما عندكيش ميه ساقعه حطي ميه من الفلتر وكتري فيهم التلج. واول ما تاخد غلوه معاكي كده تاخديها على طول تصفيها في مصفى، وبعد كده تنزليها على طول تديها الصدمه عشان تحتفظ بلونها وتحتفظ بطعمها الحلو في ميه ساقعه متلجه بس. وهسيبها لحد ما التلج ده يسيح معاها عشان تفضل محتفظه باللون الاخضر ده الجميل. وبعد كده هصفيها تاني وانزلها بقى اعبيها في الكياس بتاعتي. بس طريقه التخزين الباميه سهله جدا جدا، وبصراحه بتقعد معايا بالسنه، من السنه للسنه، واحنا بنحبها جدا جدا ويكا بصراحه. فجربوها بالطريقه دي هتعجبكم بجد. وكل مره هتطلعيها تعمليها هتحسي ان انت كانك لسه شارياها طازه بالظبط. بس انا عملتها قبل كده في القناه على فكره. بس هنا عبيتهم طلعوا 4 اكياس وبس كده هحطهم في الفريزر بتاعي.
وايه وخلاص كده. ايه انا تقريبا الفيديو بتاعي قرب يخلص، بس في معلومه كده عايزه اقول لكم عليها جميله جدا جدا، جربوها. ولو المكوه بتاعتكم احنا هنعملها الاول. اولا ده برشام براستامول، هو نوع من انواع البراستامول اللي كنا بناخده ايام الكورونا. المكوه بتاعتي فيها حته سودا كده كانت اتلسعت، وكل ما اجي اكوي حاجه الاسود دوت بيطلع في ايه، في البلوزه او في الحاجه اللي بكويها. فهنا جوزي بقى قال لي هعمل لك حاجه كده تشيل لك اللي فيها، فهو بيعملها بصراحه قلت له استنى اصورك. جاب البرشام اللي هو البراستامول دوت او برامول او اي مشتق من مشتقات الابيمول. وجابها كده وحط الفيشه في الكهرباء، واول ما سخنت مسك حبايه البراستامول دي وبدا يمشيها عليها كده. انا بصراحه خفت اعملها لان خفت اتلسع. انت ممكن تعمليها بقى، بس امسكيها بحاجه ومشيها عليها وهي سخنه، هتلاقيها بتطلع دخان كده. هتمسحيها بمنديل هتطلع معاكي، والمكوه بتاعتك هترجع جديده زي الفل كده، ومش هت ايه مش هتبوظ معاكي هدوم تاني. ولحد هنا الفيديو بتاعي خلص، اتمنى اشوفكم على خير واقول لكم على السلامه، باي باي.